ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال. الفيديو بتاعنا النهارده روتين في المطبخ. بجد احلى روتين هيخليكي تتشجعي معايا، ويلا بينا نشجع بعض ونعمله مع بعض احلى روتين. بس متنسيش في اللايك والاشتراك في القناة يا احلى متابعين. اول حاجة هنبداوا بيها طبعا المواعين. بصوا بقى شكل المواعين في الحوض وعلى البوتاجاز وعلى الرخامة وفي الارض. انا طبعا لما بيبقى عندي مواعين زيادة بضطر ان انا احطها تحت الرخامة، علشان طبعا مفيش مكان على الرخامة. وعندي طبعا دورة غسيل ابيض وكنت غسلاها وهنشرها معاكم. بجد يا جماعة انا بقالي فترة طويلة ما نزلتش فيديوهات، والله ما ليا نفس خالص ولا عندي طاقة ان انا اصور او امنتج الفيديو ده. والله انا بمنتجه بعد ما صورته تقريبا يعني ب 15 يوم. قلت بس امنتجه علشان طبعا ده شغلي وريتش القناة والكلام ده. بس والله انا مالية نفسي بسبب اللي بيحصل حوالين مننا. بجد والله يعني الواحد بيدعي ربنا ان ربنا يهون عليهم ويعدلهم يا رب كل حاجة صعبة. فبجد الواحد ما عندهوش طاقة خالص، والله العظيم فعلا النفسية زيرو. بس هنعمله ايه؟ مضطرين. دلوقتي بقى اول حاجة اعملها هغسل الرخامة، واللي هو الباسكت ده بتاع المعالق. بحط فيه المعالق بقى والشوك والسكاكين اي حاجة، بصفيها وبعد كده بحطها في المصفى اللي هي صفاية المعالق. طبعا دعكت الرخامة كويس ومسحت طبعا السيراميك وخليت الدنيا زي الفل. هحط بقى الفوطة اللي بنشف عليها. دلوقتي هبدأ بقى ايه؟ اغسل المواعين. بس ال العلبة اللي بحط فيها المسحوق لازم اغسلها كويس جدا، واغسل برضو الاسبونشة وبعد كده احط المسحوق. طبعا المواعين دي عاملة زي طبعا الغسيل. هما الاتنين بسم الله ما شاء الله يعني. تبصي تلاقي الحوض كل ما تغسلي المواعين وتفضي الحوض تلاقي مواعين تانية. كل ما تغسلي الغسيل كله تبصي في الباسكت تلاقي غسيل. فربنا يا رب يحفظ لنا اولادنا يا رب يخليهم لنا. بصوا ولا بقى كده بنغسل المواعين، عايزة اتكلم معاكم في موضوع. يعني واحدة من المتابعين بعتت لي كده سؤال، فحبت يعني ان انا اتكلم في الموضوع ده في فيديو من الفيديوهات اللي انا بعملها. بما اني بقالي فترة ما بنزلش فيديوهات فانتهزت الفرصة فقلت اتكلم يعني في السؤال اللي هي سألته. بص هو موضوع مهم ويعني يستحق المناقشة. انا عايزه اعرف لو مثلا حد زعل حد او مثلا زعله زعل جامد يعني. طيب لو انت الحد ده جالك بعد مثلا ما انت شوية كده من الزعل و قال لك انا اسف وحقك عليا والكلام ده، ليه مفيش مسامحة؟ ليه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى ارحم الراحمين، يعني بيغفر للناس كل ذنوبها. يعني بجد يعني الناس بتخطأ كتير قوي، بس بيقولك لما بيلجأ لربنا وبيدعي له ربنا بيستجيب له. انت يا عبد مش قادر تغفر العبد زيك، مش قادر تنسى اللي هو عمله، او انت زي ما انت مثلا بتقول عندك طاقة ونفدت. طب الحياة تستحق المحاولة مرة واتنين وتلاتة. وطالما الإنسان عرف غلطه واتأسف عليه خلاص، انت مش هتحط له حبل المشنقة، لا. خلاص هو جه قالك سوري او اسف وحقك عليا، الدنيا لازم تمشي والحياة لازم تستمر. بس في طبعا اخطاء، في اخطاء لا تغفر طبعا احنا عارفينها. ان حد ممكن يكون غلط كبير مع حد والحد ده مش قادر يسامحه. انا معاك ان لا ستوب، الحياة خلاص. ما ينفعش ان احنا ندوا محاولة تانية، ما ينفعش ان احنا نكملوا الحياة دي مع بعض. لكن لو ينفع ايه المانع؟ ايه المانع؟ ما توقفش الحياة، ما توقفش حياتك، ما توقفش دنيتك علشان غلطة. ممكن تكون الغلطة دي اتكررت كتير، بس ايه المانع او ايه المشكلة ان انت تسامح مرة واتنين وتلاتة؟ ربنا سبحانه وتعالى بيغفر وبيسامح كتير قوي 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 قوي.
ده شكل المطبخ، دعكت البوتاجاز، وده كان عنب طبعا فرطته، انا بحبه مفرط قوي انا واولادي. ودي كانت كبده هعملها على الغدا. وكنست الارض وسيقت، وكل المواعين خلصتها، خليت الدنيا بجد زي الفل. يعني عايزه بقى لايكات كتير جدا جدا علشان تشجعوني على الفيديو الجميل ده. طبعا الفيديو طالع لكم في حدود 10 دقايق، لكن هو والله خد معايا وقت طويل. كنت جايبة شعرية من عند فتح الله ب7.5، ورز الوهاب ب27، والمكرونة حوا جبت هلالية ومرمرية الكيسة 400 جرام ب9 جنيه ونص. مفيش رز يا جماعة رخص ولا حاجة، يعني ربنا يرحمنا برحمته، بس هنقوله ايه، الحمد لله. الرز الوهاب ده كيلو ب27 جنيه. دلوقتي بقى انا جبت 2 كيلو رز، فعلشان طبعا 2 كيلو هفضيهم طبعا في المنظم ده، حلو جدا. باخد على طول على الكوباية مثلا بعاير بيها، وبعد كده بغسله وبعمله. لكن بصراحة لما بجيب كيلو ساعات بصراحة ما ببقاش عندي يعني نفسي ان انا افضيه، لان انا دايما كنت مثلا اجيب ال4 كيلو 6 كيلو احط بقى في المنظمات، كنت ببقى فرحانة جدا. لكن دلوقتي طبعا مع الاسعار الرهيبة اللي احنا فيها، فالواحد الحمد لله ممكن يجيب كيلو او 2 كيلو اقصى حاجة يعني. ففضيتهم. هو المنظم ده بياخد 2 كيلو رز او 2 كيلو سكر او 2 كيلو مكرونة. هو يعني وزنه 2 كيلو. دلوقتي بقى انا المكرونة ساعات بيتفضل عندي مكرونة في الكيسة حبات صغيرة، فبحطها برضو في المنظم ده عشان ما تقعش تبهدل لي الدنيا. دلوقتي بقى هفضي الشعرية. بصوا شعرية روز جاردن حلوة، حلوة مش وحشة، وب7 جنيه ونص. اوفر من انواع يعني انواع شعرية كتير، في انواع كتير غالية. طبعا انا فضيت كيسة، والكيسة التانية اتفضل حبة برضو عشيلها في المنظم بتاع المكرونة. وقت ما مثلا المنظم يفضى، او اخده من اللي في الكيسة على المنظم. كان عندي شوية عدس بجبة صغيرين جدا، لاني كنت جايبة ربع، عملت منه مرة وده اتفضل، فحطيته برضو في برطمان. الحاجات دي بتفرق معاكي كتير كتير كتير. وده ترمس حلو، كنت جايبة نص كيلو، وتقريبا الكيلو عامل 44 جنيه. الله يرحم كنت بجيبه ب20 جنيه، بقى دلوقتي ب44 جنيه تقريبا. الحبة دول عاملين بتاع 23 جنيه. بصوا انا بفضيه وبنضفه، لان بيبقى فيه ترمس فيه سوس، او بص الترمسية عاملة ازاي. فطبعا ده كل ده بطلعه وبحطه بقى بنقعه في مية لمدة 24 ساعة، ويكون في حاجة بلاستيك مش ألمونيا، عشان الالومنيوم ما تتفاعلش معاه. لا، في حاجه بلاستيك هتحطي له ميه عادي من الحنفيه، ميه دافيه اللي يريحك، وهتنقعيه لمده 24 ساعه، وتبداي بقى تعمليه تاني يوم. تفضي الميه وتحطي ميه نظيفه في الحله. ممكن تحطي ميه من الكاتل، وتفتحي عليه النار، واول ما يستوي معاكي يبقى طعمه حلو وتقفلي عليه. بصوا ده كان دورة غامق. في نفس اليوم اللي كنت منشره معاكم الابيض، حطيت دورة غامق. خلاص الترمس نقعاه، وخليت الدنيا زي الفل بجد. ده كان روتين متعب جدا، بس هو طلع لكم في وقت قليل وبسيط. ويا رب يعيننا جميعا يا رب ويقوينا. ده احلى روتين ولا ايه؟ اشوفكم على خير ومع السلامة.